الخوت درت الموضوع على مجموعة د الأسئلة اللي جاتني في الواتساب. فأنا جاوبت داك الناس اللي طرحوا عليا داك. فتقريبا وكنلقى شي مرات دي كومونتير في اليوتيوب وشي مرات في الفيسبوك. فما كنبغيش نجاوب، ما كنبغيش ندخل في نقاشات، ولكن بالفيديو تقدر توضح اكثر. فبعض الاخوه فقال لك علاش كتبريزونطيو الاجهزه وما كتبينوش السلبيات ديالها، كتبينوا غير الايجابيات؟ خويا هذا السؤال هذا غير تعديتي به عليا ولا تعديتي به على الناس اللي كيبريزونطيو الجهاز؟ هو الدور ديالو في القناه ديال اليوتيوب كمؤثر او ك يعني كبائع باش يبريزونطي واحد الجهاز، نابورت كيل جهاز. فالدور ديالو انه يبين لك شنو فيه، يعني في الكرتونه فكيحل فكيبين لك الجهاز، كيبين لك شنو في الكرتونه، يعني باش كيجي واش بجيستوري كوموندات، واش بتيليكوم، واش كيجي بلوتوث داخلي، واش كيجي بويفي داخلي، واش كيجي بويفي خارجي. كيبين لك الحجم ديال الرام، كيبين لك الحجم كيبين لك النوع ديال البروسيسور، كيبين لك شحال في الرام، شحال في الستوكاج، كيبين لك واش تيليكوموند بلوتوث، واش تيليكوموند عاديه، واش كيجي بعوينه، واش ما كيجيش بعوينه. يعني بزاف ديال الحوايج، واش كيقبل الفي اي بي، شنو السيرفر اللي كيجي فيه، شنو هي الاشتراكات ديال الاي بي اللي كتجي فيه. هذا هو الدور ديال داك السيد اللي كيبريزونطي الجهاز فاش كيدخلوا اول مره في المحل، باش يبين لك السلبيات والايجابيات. فهذا خصو الجهاز، خص بعدا يتيستيه لمده ديال شهر. هو فاش غادي يجي يتيستيه مده ديال شهر يعني بقى له تما في ستوكاج، واحد اخر باع وشرا. هو باش غادي يجلس شهر هو كيتيستي باش يجي يبين لك الايجابيات والسلبيات، يعني واحد اخر غيكون سبقوه في البيع والشراء. هذاك الشيء علاش الجهاز خصو على الاقل واحد المده ديال شهر او مده ديال شهرين، وخص يدوز الفلاش الاول الفلاش الثاني، عاد تقدر تحكم على الجهاز واش مزيان ولا مزيانش. واغلب الاجهزه اللي كاينين هنا كيتشابهوا. فاش كيتشابهوا في البروسيسور، يعني في المعالج، كيتشابهوا في الرام، في الستوكاج، وكيتشابهوا في السيرفر. في الاختلاف غتقول لي في الاختلاف صديقي في التيم، يعني في الميني ديال كل جهاز، والاختلاف في الشراكات ديال الاي بي اللي كتجي. اما السيرفر راه كيجي سيرفر واحد. هذا الا هضرنا على الاجهزه ديال الفانكام فسيرفر واحد. الاي بيات اللي كيجيو به فكاين اللي كيجي بربعه ديال التطبيقات، كاين اللي كيجي بلا تطبيق لان باش تستغلوا في الفي اي بي، وكاين اللي كيجي بجوج ديال التطبيقات. الا هضرنا على الاجهزه ديال الفوريفر، الاجهزه ديال الفوريفر فيها معالجات بزاف. اما حتى المعالجات ديال الفانكام فيها معالج واحد اللي هو الجي اكس 6605 اس. هذا هو المعالج الوحيد ديال الفانكام. يعني فين كيختلفوا فقط في الشراكات ديال الاي بي. اما الا جينا الاجهزه اللي كتحمل يعني السيرفر ديال الفوريفر ففيها اختلافات بزاف. اولا الاختلاف في المعالج، كاين اللي عندها المعالج ديال الجي اكس 6621، كاين اللي عندها المعالج ديال الجي اكس 6605 اش، كاين اللي عندها المعالج ديال الجي اكس 6628، كاين اللي عندها المعالج ديال الجي اكس ما عقلت على ذاك المعالج. عاوتاني كنجيو المعالجات اللي عندها المخرج ديال الفوركي، او اللي عندها تشيبسيت اللي كتعطي الصوره ديال الفوركي. فهذوك اللي كيعطيو الصوره ديال الفوركي فيهم تقريبا 5 د الانواع. كاين الاي ال اي فيه ربي 4 د الانواع. كاين الروك شيب، كاين الهاي سيليكون، وكاين الاملوجيك، وكاين واحد المعالج اخر ما عقلتش على المعالج الاخر. فتقريبا 5 ديال المعالجات. اغلبيه اللي منتشر في دول شمال افريقيا وفي المشرق هما المعالجات ديال الاي ال اي، هما المعالجات ديال الجي اكس ار بي، معالجات ديال الجي اكس 6621 ومعالجات ديال الجي اكس 6605. هادو هما اللي منتشرين. كتلقاهم متشابهين في المعالجات، يعني اغلب الاجهزه، ومتشابهين في الرام، ومتشابهين حتى في الستوكاج، ومتشابهين حتى في السيرفر. فين الاختلاف في التيم. كل شركه كتميز بالتيم ديالها، وكل شركه شحال من اي بي كتوضع، يعني الاي بيات شحال كدير. اما في السيرفر راه بحال واش كيقبلوا الفي اي بي كاملين، كيقبلوا الفي اي بي. كنتقلوا للمعالجات ديال الاي ال اي كذلك ومثال. واخا انت هضرتي لي قلتي لي ما كنطقوش او ما كنقولوش السلبيات ديال الجهاز. الله ودي اخي، يعني كنشوفك ما كتفرجش في الفيديوهات. اللي قال هاد الهضره هادي ما شافش الفيديوهات ديالي. انا اغلب الفيديوهات ديالي يعني بعيدا عن الجهاز، فاش كنبريزونتي جهاز جديد كنهضر على السلبيات. قلت لكم الدومين ديال الشرينك او الدومين ديال الاي بي
يعني ديال اعاده البث انترنت بروتوكول تي في كله مشاكل. ما عمري قلت بانه ايجابي 100%. الايجابيات ديالو عند بعض الناس كيقول لك كنشوف بعض القنوات اللي ما يمكنليش اني نشوفها الا الا شريت جهاز رسمي. فباش تجي تشري جهاز رسمي ديال البين وجهاز رسمي ديال الاو اس ان وجهاز رسمي ديال قناه ساتيليت وجهاز رسمي ديال بين فرنسا وجهاز رسمي ديال ايطاليا وجهاز رسمي ديال سكاي دوتشلاند وجهاز رسمي ديال سكاي بريطانيا وجهاز رسمي ديال بولونيا وجهاز رسمي ديال نوفا وجهاز رسمي ديال اس اس سي وجهاز رسمي راه غادي نجي غن غنعد لك هاد الاجهزه الرسميه بالاشتراكات ديالها السنويه غطيح اخويا في 10 د المليون مغربيه. غطيح في 10 د المليون حتى 9 مليون مغربيه. ايوا يعني الا جينا نقارنوا هاد الاجهزه كامله اللي بالاشتراك رسمي وجينا يعني نقارنوها مقارنه مع الشرينك او مع الاي بي اللي كيجمع لك هادشي كامل كيجمع لك هادشي كامل في اشتراك واحد، غتقول لي اخويا راه كاين فرق. شنو هي 10 د المليون في جهاز كتشريه نديرو حنا اغلى كتشريه ب 1000 درهم، يعني 1000 درهم مع 100,000 درهم شنو فرق كبير اصديقي، فرق كبير. يعني باش نهضر انا على السلبيات راني نهضر على السلبيات. انا قلت لك بان الشرينك والاي بي كله سلبيات، يعني تقريبا النسبه ديال 60% سلبيات. الانقطاعات مره التقطعات ديال السيرفر زيد الاي بي كذلك مره غادي يقطع لك، ولكن كنقول لك راه كيقطع لك 10 ايام في العام. غدير 365 العام شحال فيه 365 يوم، غدير 365 ناقص 10، يعني 10 ايام انت ما تقدرش يعني ماشي شي حاجه اللي ضروريه للحياه او شي حاجه ضروريه اللي مثلا بحال الاكسجين او بحال الماكله او بحال الماء اللي نقدر انا مثلا قطعتهم 3 ايام غادي نموت. 10 ايام في العام كتوزعها في العام. مثلا عطيتكم القطاعات وقتاش كتكون في الدخله ديال الموسم الرياضي في شهر 9 كتكون بعض الانقطاعات، في الاخر ديال شهر 12 كتكون انقطاعات، في الدخله ديال شهر 1 كتكون انقطاعات، شهر 3 كذلك كتكون انقطاعات، والاخر ديال شهر 4 كتكون انقطاعات. هادشي عادي. وهاد العام هاد العامين الاخرى راه ما كانتش شي انقطاعات مقارنه بال 2019 وال 2018 وال 2020 راه كوارث. 2021 كارثه. 2021 كانت طامه كبرى في الانقطاعات، لا في الاي بيات ولا في الشرينك. دونك صديقي الا جينا نقارنوا السلبيات مع الايجابيات ديال هذا الدومين، انا كنشوف غتربحك الايجابيات غتربح السلبيات. تقدر تربحوا بنسبه ديال 90% باش غادي تربحوا. يعني السلبيات هضرنا عليها. انا كنقول لك بان الشرينك والاي بي ما عمري شي موضوع يعني من غير البريزونطاسيون ديال الاجهزه. حاول تفرق ما بين بريزونطاسيون ديال الاجهزه وما بين مواضيع اللي كتهضر على الشرينك وعلى الاي بي. الاي بي او الشرينك او هذا المجال ديال القرصنه صديقي فيه نسبه ديال السلبيات كبيره، ولكن ماشي غاف، يعني ماشي شي حاجه اللي كارثيه. ما عدا الا طحتي في شي سيرفرات اللي عيانين، والسيرفرات اللي عيانين كنظن راه قدمنا مواضيع وراه قلنا الترتيب ديال السيرفرات. المرتبه الاولى الفي اي بي، المرتبه الثانيه الفوريفر، المرتبه الثالثه الفانكام. الفانكام نقدروا نساويه دابا مع الفونيكس، وتقدر تساويه مع الباور كام، وتقدر تساويه مع السوب كام، وتقدر تساويه مع النوفا كام. النوفا كام برو راه مزيان، هادو كنهضر على الاجهزه ديال الانيغما. الريد شير كذلك مزيان. النشار كذلك راه مزيان. النشار راه انا كنخدمو هنا كنقارنو مع الفوريفر، يعني ما كاينش شي فرق كبير. كذلك النشار طوب. السيسكامات راه هاد السيرفرات اللي ذكرت، هذه اللي ذكرت دابا راه حتى هي سيسكامات، وراه عطيتكم داك النهار. السيسكامات شنو هي؟ السيسكامات هي سطر كيتكون من الهوست اللي هو العنوان، وكيتكون من البور، وكيتكون من اليوزر والمود باس. يعني السيسكام كتلقى شركه دايره سيسكام، يعني باش كتحاول انها تنافس بعض السيرفرات بحال الفونيكس وبحال الفوريفر وبحال الباور كام وما يليه. وكاين بروجي بيرسونيل بحال الدراري تلقاهم دايرين بروجي بيرسونيل كيسمي السيرفر ديالو واحد السميه، راه هو في الذات هو في الاصل راه سيسكام. والسيسكام راه في الاول كان نيو كام، وتقدر تخدموا بزاف ديال الوسائل. تقدر تردوا اوسكار، تقدر راه الناس اللي قدام راه كانوا كيلعبوا بهذا الاسطور هادو، تقدر تلعب فيه كما بغيتي وكتخدم به. كان تبادل الاسطور،
كتلقى مثلا واحد عنده كارطات ديال البولونيات، وعنده كارطه مثلا ديال سكاي ديال المانيا، وواحد عنده الكارطه ديال الكانال بليس، واحد عنده الكارطه ديال الا ار تي. شحال هادي كانوا كيتبادلوا، هذا كيعطيه سطر هذا كيعطيه، باش السطر فاش كيتحدوا بربعه بهم كيولي سطر قوي. انا عطيتكم، ولكن باش تقول لي السلبيات مغطيه على الايجابيات، لا، الايجابيات هي اللي مغطيه على السلبيات. هذا علاش الا جينا نهضروا في هذا المجال، الا جينا نهضروا عليه، الا مشينا قارنا بالاشتراكات، بالثمن ديال الاشتراكات، راه الثمن ديال الاشتراكات ديال الاجهزه يعني الرسميه راه جد مرتفع، راه بزاف. راه باش تشري كل جهاز بوحدو، وكل خطره تحيد هذا الجهاز ودير هذا الجهاز، وتحيد هذا الجهاز ودير هذا الجهاز. بغيتي تتفرج في الاوزاد ان حيدو، باش تحيد ديال بين باش تفرض الاوزاد ان. بغيتي تتفرج في كانال بليس غادي تحيد ديال الاوزاد ان ودير ديال الكانال بليس. باش تتفرج في سكاي ايطاليا حيد ديال كانال بليس ودير ديال سكاي. باش تتفرج في سكاي المانيا خصك تحيد سكاي يعني شويه تبرزيط، او خص تكون عندك 7 ديال الشاشات و7 ديال الاجهزه الرسميه وانت كتفرج بزاف. كنظن انا باش يجي الاشتراك واحد ويجمع لك هذا الشيء، كنظن الايجابيات غلبات السلبيات. هذا هو الجواب ديال هاد السيد هذا. غنتقلوا للسؤال الثاني اللي جد مهم. علاش الاجهزه عندنا هنا في المغرب غاليه مقارنه مع الناس ديال الاردن ومصر والشرق؟ خويا الجواب سهل، جد سهل. حنا ما عندناش حدود بريه مع الصين، بينما الدول الاخرى راه كتجمعهم غير الحدود البريه، راه حدود بحريه ولكن صغيره ماشي شي حاجه كبيره. كذلك الهنود كتجمعهم ما بين الصين حدود، واخا كاين صراع سياسي ولكن كاين تبادل تجاري. كنظن داكشي علاش الاجهزه رخيصه بزاف. حنا لا، حنا لي كونطونير باش تجيبها من الصين عبر الباطويات كتخلص اولا قناه السويس، خصك تخلص باش دوز لك اللعيبيتيكا ديالك من الاخر للمغرب. كتخلص الديوانه، كتخلص الجمارك، كتخلص النقل، كتخلص انتما كتنساو واحد الحاجه مهمه، وهي الشحن والتفريغ. هذوك الناس اللي كيهبطوا السلعه ويشارجيو السلعه، وشحال كيخدموا فابور. نقولوا حتى ماكينات هما اللي كيهزوا السلعه وينقلوها. كاين اشخاص وكاين راه كتعطيهم فلوس، كتعطيهم اجره، هذيك الاجره كتزاد على ثمن الجهاز. يعني هنا هذا هو جواب لذاك الشخص اللي قال لك علاش الاثمنه مرتفعه ديال الاجهزه المغربيه مقارنه مع الاثمنه في المشرق. هذا هو بكل بساطه. هذوك الناس عندهم حدود بريه ما بينهم وبين الصين، دغيا كتوصل للسلعه، يعني ما كاينش شي الاخر، يعني ما كاينش شي مسافه طويله. حنا لا، حنا المسافه طويله، المسافه شاسعه، مسافه كبيره. هذاك الشيء علاش الجهاز فاش كيوصل لهنا، وكما قلت لك راه عطيتك الترتيب، كاين النقل، كاين الشحن والتفريغ، وكاين بطبيعه الحال يعني التكلفه ديال النقل. فبطبيعه الحال الجهاز كيوصل شويه مضوبل على المصريين. كذلك المصريين والاردنيين وحتى العراقيين وحتى الاردني وحتى باقي المشارق. هذا هو الفرق. ونتمنى ان نكون جاوبت على هاد جوج اسئله، لان هاد جوج الاسئله ديما كتكرر. نتوما كديروا غير الايجابيات، ما كتبينوش السلبيات للناس. لا صديقي، راكم غالطين بزاف. راني بينت لك الشخص اللي عنده قناه كيبريزونتي الجهاز، كيوريك شنو المعالج ديالو، كيوريك الرام، كيوريك السيرفر اللي جاي فيه والاشتراكات اللي فيه. ولكن باش يبين لك السلبيات، راه في مواضيع وحده اخرى راه كيهضر على السلبيات. وراه قلنا بان موضوع الشرينغ وموضوع الاي بي راه السلبيات ديالو كاينه، ماشي ما كايناش، وكنعترفوا بها. كاينه السلبيات، ولكن الايجابيات كتغلب على هاد السلبيات، وبطبيعه الحال كتغطي عليها. وكيبقى داك السلبيات واحد الجزء صغير اللي ما كيبانش الناس اللي كتقدر الفراجه. اما الناس اللي باغيه يعني غير تكريتيكي وهذا فراه موجودين. انا كنلقى ناس في فيسبوك، في مواقع التواصل الاجتماعي، كنسولهم ما عندوش الجهاز وكيكريكيتي وكيعقب كيكريكيتي كما كيقولوا. فراه حشومه. كتسولو كتقول له واش جربتي الجهاز، كيقول لك ما عنديش. ايوا كيقول لك سمعت فلان، قريت على الجهاز، سمعت انا، قريت في المنتدى الفلاني، قريت. وشكون اللي قال لك انت راه شركه مضاده؟ عندنا مثلا حنا 3 الشركات، واخا ما كيكونش هذه القضيه، او مثلا ناس بيناتهم، هذا كيبغي يطيح المصالح هذا، او تاجر كيبغي يطيح المصالح هذا، كينوض ويكتب مقال، داك البارطاج كيوقع. فملي كيوقع داك البارطاج، واخا الجهاز كيكون الله يعمرها سلعه، فبقوه البارطاج هذا راه تقدر تطيح له السمعه ديالو. فهاد المسائل خصكم تحضيو راسكم منها. تبارك الله عليكم.